فاكرين لما قلت لكم ان ترامب هيلم الناس ويرحلهم قبل ما يمسك؟ الكلام ده من ايام الحملة الانتخابية بتاعته، من قبل ما يمسك. وقعدتوا تقولوا لي هيجيب منين ناس لكل دول وهيرحل ازاي كل دول؟ فاكرين الكلام ده؟ اما انتوا قعدتوا تقولوا لي كده، وقلت لكم هيعملها وهيرحل الناس. قعدتوا تقولوا لي لا يا علي ومستحيل. حتى انا قمت مدي تعليق وفي ناس ضحكت وقالت لي اه صحيح عندك حق. ناس من اللي كانت بتقول انه مش هيرحل كل دول كانوا بيقولوا لي هيجيب منين ظباط لكل دول. قلت لكم هو الظابط اللي هيرحل واحد خلاص هيقعد في بيتهم بعد كده، مش هينفع يرحل ناس تانية يعني. ما اللي هيرحل ده هيرحل اللي بعده، هيرحل 1000 واحد. فاصبحت حاجه عجيبه جدا اللي احنا بنشوفه في امريكا ده. ان هو انا طبعا لما كنت بقول لكم ان هو هيرحل الناس كنت بقول ان هو هيرحل الناس الغير قانونيه زي ما هو قال لك احنا لان في الدستور الامريكي ما ينفعش ان انت تسحب جنسيه مواطن، دي عايزه محكمه ولجنه عليا ودي قصه. فما كنتش عارف انه هيعدل القانون كده ويسحبها بجره قلم كده زي ما هم بيعملوا دلوقتي يعني. فالموضوع ده غريب جدا. يعني انا افتكر ان انت لو انا كنت جيت قلت لك كده مثلا من سنه ولا من سنتين، او انت كنت جيت قلت لي كده، ما كنتش هصدقك طبعا، لان سحب الجنسيه من المواطن. وانا بقول لكم الكلام ده من الفيديوهات بتاعتي اللي انا كنت بشوفها زمان. انا كنت عامل زمان فيديوهات وفي ناس كانت بتقول لي، في ناس تنبأت وقالت لي تصدق انه هيجي يسحب الجنسيه من المواطنين كمان اللي مش عاجبينه. فانا طبعا كنت في الرد كان في الفيديوهات على الناس دي قلت لهم لا انتوا بتحلموا ومستحيل ومش عارف ايه، هو هيرحل بس الناس الغير قانونيين. اتضح ان هم اللي كانوا فاهمين الواقع ماشي ازاي، واحنا اللي كنا مغيبين، او زي ما تقول كده كنا مضحوك علينا. على فكره مش انا لوحدي اللي اتضحك عليا، ناس كتير قوي ويوتيوبرز وناس كتير جدا اتضحك عليهم. والمواطنين الامريكان ذات نفسهم اللي مولودين في امريكا واجدادهم امريكان اتضحك عليهم برضو. لان الموضوع ده اول مره يحصل في تاريخ امريكا، ان يتسحب الباسبورات من المجنسين اللي هم اصحاب البلد، الناس اللي مولوده في امريكا، مولود في امريكا بيتسحب منه الجنسيه. فهو ده اللي انا ما كنتش اعرفه. لكن انا قلت لك طبيعي اي حد هيجي بطريقه غير قانوني طبيعي هيترحل. وانا كنت داعم لترامب من ناحيه الحته دي. يعني انا لما كنت بايد ترامب زي ما انتم فاكرين انا كنت معاه في الحته دي. ما انا مش عايز مثلا يبقى في قله امان. انا اللي يهمني ايه؟ امريكا تبقى امان، صح؟ او اي حد يهمه ايه؟ الحته اللي عايش فيها تبقى امان. ف كلنا كنا عايزين نشوف امريكا في امان، وامريكا تتظبط بالذات بعد اللي جو بايدن عمله فيها، والناس وتجار المخدرات والمساجين اللي دخلهم من الحدود ودخلوا عملوا بلاوي في امريكا ومحدش عارف يجيبهم، لان هم ما عندهمش سجلات او بيانات، ما عندهمش داتا عند الحكومه. فلو سرق بيتك وانت رحت بلغت هيقول لك لا مش هنعرف نجيبه اصلا ما عندناش ليه بيانات. فهو ده اللي كان مضايقنا ومضايق كل الشعب الامريكي. فاتضح بقى انه ايه، لا هو في سكريبت هو جاي بيه، في يعني هو في حاجه كان مخطط لها. بس طبعا مش هيقول لنا يعني انا هسحب الجنسيات من، ما كانش حد هينتخبه، كان هيخسر الانتخابات لو كان قال كده. ولكن هو جه بقى ايه، قال لك انا هنفذ الاجنده بتاعتي. لما وصل بقى ابتدى ايه المستخبي يبان زي ما بيقولوا كده. مش عارفين لسه الدنيا هتوصل لايه. بس دي ما بقتش امريكا. يعني لو انت فاكر انك هتروح، الناس اللي عايزاني اقدم لهم مثلا على سياحه في اصل في ناس تواصلت معايا، وانا خلاص انا كده كده سبت الشغلانه دي خلاص، مع ان هي كانت فلوسها حلوه انا مش هنكر. يعني انا الحمد لله يعني كان دخلي كويس قوي لما كنت بساعد الناس على السفر وكده. بس انا صريح معاك وبقول لك الشغلانه دي خلاص الدنيا راحت عليها. انا ممكن اغفلك واضحك عليك واقول لك هقدم لك ومش عارف ايه، وانا عارف انت لما تروح هناك هيحصل فيك ايه. ف شوف الاخبار، مهم جدا ان انت تشوف الاخبار واخبار امريكا وتشوف ايه اللي بيحصل في امريكا. انت هناك دلوقتي ما بقاش فيه خلاص الديمقراطيه وارض الحريات كل ده بقى احلام. الاسعار رخصت، الاسعار رخصت وما حدش يقدر ينكر ان الاسعار رخصت. الشقق والبيوت اسعارها رخصت اكتر من 60%. بس لما نيجي نقول ليه، هتلاقي لان اصلا الناس بتترحل فمحدش بيشتري، السوق ميت. عشان كده الناس عايزه تبيع في اسرع وقت وتلحق تهبط. فلما تتكلم عن الكاندو اللي في ميامي فلوريدا سعرها يوصل ل$40,000 تستارت، اللي هي كانت 60 وانت طالع فوق ال60,000 وانت طالع بتستارت من 60,000. النهارده انت عندك بيستارتوا من $36,000. ممكن تشتري كاندو في ميامي في فلوريدا، اللي هو تفتح تبقى شايف البحر قدامك والفيو طبعا انت شايف المدينه كلها من فوق. حد كان يعرف كده؟ بس زي ما بقول لكم يعني، لان مفيش حد بيشتري اصلا، الناس بقت خايفه خلاص. والناس الامريكان
زي ما كانوا بيسيبوا امريكا برضو في عهد بايدن، بس اللي كان بيسيب امريكا في عهد بايدن اللي هم الشباب، اللي هو الشباب بقى اللي لسه متخرج من الجامعه عنده طموحات، عايز يبني ثروه، عايز ياخد فلوس كتير، كانوا بيسيبوا امريكا ويروحوا مثلا يشوفوا ايه استراليا، الخليج كده يعني. لكن دلوقتي بقى كله بيسيب امريكا، حتى الناس الكبار. ليه؟ انت هتسيبها احسن دلوقتي بدل ما تتسحب منك الجنسيه. ولو اتسحبت منك الجنسيه اللي هيجي بعده، عشان في حد سالني الفيديو اللي فات عن السؤال ده، هل لو حد اتسحبت منه الجنسيه هو ولا سواء كان سنجل ولا هو واسرته، هل لو جه بعد كده رئيس ديمقراطي هيرجعها له، هيرجع الجنسيات؟ ارجع انا واقول لك انسى انسى، اللي اتكسر مش هيتصلح. انا بقول لك اهو. فالحل الوحيد زي ما المحامي بيقول، المحاميين بتوع الهجره بيقولوا، الحق لو تقدر تسيب امريكا، لو تقدر تسيب امريكا سيبها احسن الفتره دي. بس برضه في حد هيطلع يقول لي وعنده حق في اللي هيقوله ده، وانا ذات نفسي قلت الكلام ده، احنا مش عارفين ترامب هيمشي امتى، مش عارفين الفتره دي اصلا هتنتهي امتى، لان ترامب ممكن ياخد 4 سنين كمان، ممكن 2028 يعدل القانون وهو عايز يعدله، ومستني الحكم في شهر 2 2027، مستني الحكم بتاع السوبريم كورت اللي هي المحكمه الدستوريه العليا بتاع تعديل القانون، ان يقول لك ايه، عايز يعدل القانون يقول لك طول ما انت الالكتد بريزيدنت تفضل قاعد الى ما لا نهايه. يعني لو كل 4 سنين هينتخبوك هتفضل قاعد ان شاء الله تاخد 100 فتره طالما انت بتكسب. طب في حاله لو ما نفعش يا عم، ترامب ما عرفش انه يعمل التعديل ده، ممكن جي دي فانس يمسك. وعايز اقول لك ان جي دي فانس هو اللي استعاد نشاط الايس، وهو اللي مدي الايس الصلاحيات دي كلها ان هم يعملوا كده. النهارده انت عندك فعل كمان المارشال لو. المارشال لو ده اللي هو لو ضابط ضربك بالنار في الشارع ما حدش يقدر يقول له انت عملت كده ليه، ما حدش يساله، مش يحاكمه، ما حدش يساله انت عملت كده ليه. لو اي ضابط ضربك بالنار في الشارع قتلك خلصت. فهو في رأيي انا هو يعني عايز ينظف امريكا، بس عايز ايه؟ عايز يفضيها. اللي هو قال لك انا مش لسه بقى هقعد افرز انا هفضيها خالص، مش هسيب غير الاغنياء بس. طبعا الاغنياء مستحيل يعملوا حاجه زي كده، لان هم اصلا ايه، اصحاب شركات وبزنس مان فمستحيل ان هم يعملوا حاجه زي كده. مش عارف عشان في هوا هتبقوا سامعيني كويس ولا لا، بس المفروض يعني المفروض ان المايك ده فيه نويز كانسليشن وكده، والمفروض ان هو يعمل فوكس على الصوت بتاعي. فمش احنا لسه مش عارفين امريكا هتروح على فين. ولكن انا دلوقتي بقى الناس اللي جايه تقول لي يا علي ايه الدول اللي ممكن نروح، انا ما اعرفش، انا كعلي ما اعرفش. الناس عشان كده انا سبت المجال، انا سبت مجال الهجره ده خالص، سبته خالص. مش هساعد حد عن السفر، ومفيش لوتري اصلا عشان الناس اللي هتيجي تقول لي قدم لنا عن اللوتري، مفيش اصلا لوتري، خلاص انسى. غالبا كده يعني كلها كام شهر، كلها كام شهر او كام يوم وهنعرف ان اللوتري اتشالت خالص من الدستور الامريكي. تمام، مش هيبقى في لوتري خالص خالص مدى الحياه، مش بس دي واتعمل لها تاجيل، لا هي هتبقى اتلغت خالص من الدستور الامريكي. فتقدر تقول كده حتى الناس اللي هتهاجر امريكا يعني ربنا يكون في عونهم، ربنا يكون في عونهم وما يترحلوش يعني. طبعا الناس اللي هتروح سياحه هتبقى ماشيه جنب الحيط، لو الفتره بتاعتك خلصت هيجيبوك من قفاك، اللي هو اول ما الفتره بتاعتك تخلص لازم ترجع على طول مكان ما جيت او تمشي تسيب امريكا. الموضوع بقى صعب. اوعى حد يروح يكسر فيزا، اوعى حد يروح يكسر فيزا. انا بقول لك الناس اللي معاها جنسيات بتترحل، فانت لو كسرت فيزا انت مش هتترحل ترحيل عادي، انت هتتعامل ازبل معامله. يعني عارف السجناء في البرازيل ما بيتعاملوش معامله بالسوء ده، هتتعامل معامله. والناس على فكره اللي بتوع الايس دول لما بيمسكوا حد ومعاه جنسيه ويقول لهم مثلا انا مش هجاوب على اسئله، او ما يرضاش ان هو يتعامل معاهم، لان انت عارف بيروحوا للناس اللي معاهم جنسيات ويقول لك انت خدت الجنسيه ازاي، انت اتولدت فين، وانت مثلا ممكن يكون عندك مشوار، لا هو وقفك بالعربيه سالك ما تقدر، لو قلت له لا ممكن ينزلك من العربيه ياكلك علقه. انا قلت كده برضو الفيديو اللي فات، الناس ضحكتوا. في ناس مولوده في امريكا واهاليهم مولوده في امريكا وحصل فيهم كده واتعاملوا ازبل معامله واتضربوا في نص الشارع، ولا حد بيفكر ان هو لا يحوش ولا يتدخل، لان اللي هيتدخل هيبقى مصيره زيك. الناس بتشوف المناظر دي بتحصل في الشارع، ما في حدش بيستجري انه يتدخل ولا يقول لهم انتوا ايه اللي انتوا بتعملوه ده، ولا بتعملوا كده ليه. دلوقتي الحياه في امريكا بقت ماشيه كله يلا نفسي، انا ماشي جنب الحيط يا عم، ولا عايز اساعد حد ولا حد يساعدني، كله عارف ماشي، كله بيحامي نفسه، كله بياخد باله من نفسه، محدش اللي هيتدخل لك ولا هيتحمق لك ولا حد هيقول لهم ايه اللي انتوا بتعملوه فيه ولا ايه المعامله دي. انسى، الناس كله بيخاف على نفسه دلوقتي. عارف المثل اللي هو يقول لك خاف على نفسك، هو كله دلوقتي ماشي بالمثل ده، حتى لو واحد مولود في امريكا. بس
فعشان تعرفوا ان انا كل اللي كنت بقوله لكم زمان انا صح. طبعا مش كله قوي، ولكن بنسبه 75% لما قلت لكم هتشوفوا اكبر عمليه ترحيل بتحصل في التاريخ، اكبر عمليه ترحيلات بتحصل في التاريخ، كنت انا عارف ان ده اللي هيحصل، وكنت عارف انه هيجي وهيرحل الناس، بس ما كنتش عارف طبعا انه هيسحب جنسيات. كنت فاكره هيرحل الناس اللي هي داخله غير شرعي طبعا، وطبعا الناس اللي مقدمه لجوء وكل ده، كل ده اتلغى. كل الناس اللي كانت متقدمه لجوء، حتى لو اللجوء بتاعه اتقبل وخد جرين كارد اوريدي وعايش وبيشتغل في امريكا، كل ده هيتكنسل وهيرجع بلده تماما. ترامب قال لك الحل الوحيد علشان تقعد في امريكا انك تشتري الاقامه الذهبيه اللي هي الترامب جولد كارد، ودي ثمنها 5 مليون دولار. قال لك لو ما معكش ال 5 مليون دولار ومش هتقدر تشتريه، ما تجيليش امريكا لان انا مش عايزك. انا هو قالها صريحه، قال لك انا مش عايز غير الاغنياء علشان خاطر يجوا يعملوا بيزنس وايه ننعش الاقتصاد الامريكي، لكن مش عايز ناس عايشه على الاعانات. طب بالنسبه قبل ما انسى، الناس بقى اللي بتقول لي طب يا علي البلاد العربيه ليه اتمنعت من دخول امريكا وكده، لان لما عملوا احصائيات انت كواحد بتدفع ضرائب، انا كواحد يا عم مليونير بدفع ضرائب لامريكا، يهمني اشوف الضرايب دي بيحصل فيها ايه. فلما الاقي واحد داخل مهاجر من اي دوله وقاعد بقى، انت عارف كان في الاول لو قاعد ما عندكش شغل بتاخد مساعدات من الحكومه عن طريق بقى ان انت يا بتقبض مرتب شهري يا اما بتاخد فود ستامبس. الفود ستامبس ده اللي هو بيديك كارت كده بتروح بيه السوبر ماركت تاخد اي اكل وتدفع بيه الكارت ده، ما بيكونش بفلوس، زي ما تقول كده فري ميلز يعني، بس مش اكل معين يعني. انت تروح السوبر ماركت الكارت فيه ليميت تشتري كل اللي انت عايزه بالكارت ده، لكن ما بتاخدش يعني فلوس بايدك، وما تقدرش تصرفها غير في الاكل بس، يعني ما تقدرش ان انت تخرج بيها. لكن في ناس تانية هو بيخيرك بين، في ناس بيدوا لها الفود ستامبس دي، وفي ناس بتاخد اعانات. الاعانات ده بيبقى تقريبا حوالي 2000 او 3000 دولار في الشهر بتقبضها من الحكومه وانت قاعد كده ما بتعملش حاجه، انت قاعد كده ما بتعملش حاجه. فطبعا في ناس بقى بتاخد المبلغ ده يقول لك خلاص انا هعيش على المبلغ ده طول عمري. طبعا انت المبلغ ده بتاخده طبعا من الناس اللي بتدفع ضرايب، فالناس اللي بتدفع ضرايب مش عاجبها الكلام ده. فمين اللي بيدفع ضرايب؟ الناس المليونيرات اللي هم حبايب ترامب، اللي هي الحاشيه بتاعته دول، اللي هم الناس الاغنياء قوي. فطبعا دول متضايقين من الموضوع ده. فلما عملوا الاحصائيه دي قال لك شوف لي مين اكتر ناس بتعمل الموضوع ده وامنعهم ان هم يجوا خالص، ولو قاعدين وطلبوا اعانات هتتاخد منك الجنسيه وهتترحل. يعني لو انت عايش على الموضوع ده زي الناس اللي انا لسه قايلها ومعاك جنسيه وبتاخد اعانات من الحكومه، هتترحل وقتي، هيكنسل لك السيتيزن شيب بتاعتك وهيرجعك مكان ما جيت. فخد بالك من الموضوع ده كويس، انزل اشتغل وبلاش تعيش على الاعانات والفود ستامبس، لانه لو رحت طلبتها اصلا هو هيلغي لك الجنسيه بتاعتك وهتترحل في ساعتها. تمام، انا بقول اهو للناس اللي مش فاهمه. فطبعا لو مش عايز تترحل من امريكا لازم ان انت تمشي جنب الحيط، ما تطلبش اعانات خالص، ما تعملش اي حاجه الليجل تماما، ما تسوقش بسرعه، ما تخليش عليك اقساط. لازم كل ده تاخد بالك منه لو مش عايز تترحل. وطبعا لازم تبقى مجهز محامي ومتابع مع محامي ان كيس لو حصل لك اي حاجه ترجع للمحامي ده، وبرده يبقى معرفك لو مسكوك دخلوا عليك كده عملوا لك كمين زي ما بيقولوا، تبقى عارف هتجاوب ازاي وهتتصرف ازاي. كل ده من المحامي، لازم تسال محامي بس، ويكون طبعا محامي مختص في الهجره. بس اتمنى لكم كلكم طبعا التوفيق والنجاح. الناس اللي عايزه تروح اوروبا ما فيهاش شغل، اوروبا كلها بتنتهي الا تقريبا سويسرا وبقيه اوروبا. يعني لو هتروح تشتغل في اوروبا يبقى المهن الحرفيه اليدويه اللي هي ميكانيكي نجار، اللي هي حاجات بقى الشغلانات بتاعت الايد، نقاش مش عارف ايه جناين، الحاجات دي الحاجه الوحيده اللي شغاله في اوروبا بس. واوروبا اصلا غير كده ما فيهاش شغل، ويا دوبك اللي هو كمان لو اشتغلت كده يا دوبك هتعرف تعيش على القد بس. كندا انتهت خلاص، يعني الناس الكنديين اصلا بيسيبوا كندا وبيرجعوا تاني على بلادهم. كندا خلاص بس كده. اتمنى اكون جاوبت لكم على الاسئله بتاعتكم وتكونوا استفدتوا من الفيديو ده. ساعدوني ان احنا نرفع الريتش، شير الفيديو واعمل لايك عشان الريتش تقريبا في ذمه الله بس. واكتبوا لي بقى تحت في التعليقات عايزين فيديوهات ايه الفتره اللي جايه وعايزين تشوفوا ايه. انا عامه انا مش في امريكا، الناس اللي عماله تقول لي عايزين نشوف الحال في امريكا وانزل صور لنا، انا مش في امريكا بس كده. اشوفكم الفيديو اللي جاي. علي عمرو، السلام عليكم.